السلام عليكم وكل عام وانتم بخير ورمضانكم مبروك. خلينا نشوفوا مني وحلقتنا اليوم اللي حيكون في كل حلقة بنفس الشيء سفرة كاملة ومشكلة. خلينا نشوفوه مع بعضنا. ومن وصفاتنا اليوم برجر دجاج بالكركم زي العسل، قلاية لحم، كبة في السبانخ لذيذ لذيذ يا بنات، وسلطة ومقبلات وشريبة نعبوا بيهم سفرتنا، ومع طويصة مشروب نعدوا بيها. هنحطوا حلوياتنا لبوفيه الحلو، كلير فستق وكلير كاستردة، خفيفات زي الريشة أكيد بنتهم زي العسل. والبوكس الثاني بسطة الميني كيك، ما شاء الله على الميني كيك وأشكالهم وأنواعهم. وعندي زوز بوكسات تمورة، خلينا نزتفوهم بسم الله. وهيك تمورتنا واتية، وهذا شكل البسبوسة متاعنا تبارك الرحمن زي العسل، بسبوسة باللوتس. وبما أن مشترياتنا وافية خلينا نبدو في وصفاتنا. خلينا نبدو في أول وصفاتنا ونبدو في القلاية. نحط الحمات بسم الله، ومعها شوية سمن حيواني يعطي بدنا فايحة، ونديروا لها شوية قرفة، مش حنكتروا توابل، ونخلوا اللحم من غير مية يطيب عليه راحته. شوية حرارات، وما ننسوش الملح. ننقصوا عليها النار ونغطوها ونخلوها لين تطيب في ميتها بشوية بشوية عليها. أول حاجة حنحطوا كيلو من دقيق الخبز أو دقيق البيتزا باش تجينا عجينة هشة وخفيفة، ونحطوا لها باش نلونوها ملون برتقالي، ومعاها الكركم، كشكين كبار من الخميرة، ولازم نستخدموا خميرة كويسة لعجينتنا، و4 كواشيك كبار من السكر يعطوها تسكيرة خفيفة، وفي نفس الوقت يساعدوا الخميرة إن هي تتخمر. ما ننسوش الملح، ونحطوا لها شوية ياغورت. حنحط لكم مكونات كلها بالتفصيل، وكشيك من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وما يعجنها حليب. نحطوها تعجن فصل العجانة، وبعدين نخلوها تخمر على جنب، ونشوفوا شنو حنديروا بها. بعد ما خمرت العجينة نبدأ نقصوها هيك طريفات، نكوروها دوائر، ونحطوها في طاجين الكب كيك. نفس الشيء لين تكمل عندنا الكمية، ونديروا الكمية اللي نبوها. أهم حاجة قبل ما ندخلوها الكوشة نخلوها تخمر تاني. للدهن عندي هنا دحية، نصب لها شوية حليب، حركوها كويس، وحطيت لها حتى شوية خل، وندهنوا بيها خبزاتنا تعطيها لون تحميرة جنينة. عندي هنا جلجلان محمص، تقدروا تحطوا حتى جلجلان عادي ولا حبة البركة، وندخلوها الكوشة على درجة حرارة 180 لين تنتفخ وتطيب وتتحمر. عندي صدور الدجاج قطعتها شرايح بالطريقة هي عادي، حتى كبار شوية، بعد ما يطيبوا نقصوهم. الدجاج نحطوا له شوية تومة جافة وبصل جاف، مش حنكتروا هلبة توابل، معاهم توابل سكالوب، معاه شوية من الفيكتار، والباقي متاعها حنحطوه فصل خبز المرحية. نبو هنا شوية ملح وشوية فلفل أسود، شوية خل، ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها. نحطوا شوية دقيق باش نغلفوا به، وعندنا هنا الخبزة المرحية، ونزيدوها باقي كمية الفيجيتار ينكهها ويعطيها بنة حلوة على الآخر. نحركوها مع بعضها، وتعالوا نوطوا خليط الدحي، ونحطوا الدحي معاه شوية حليب ونخلطوهم مع بعض. أول حاجة نغطسوها في الدقيق، وبعدين في خليط الدحي والحليب، وآخر حاجة في الخبزة المرحية المتبلة. وهيك دجاج نواتي على القلي. في القلاية الكهربائية نحطوا الزيت باش يسخن ونقلوا فيه. نقلوا الدجاج متاعنا، مش حياخد وقت لأنه هو شرايح رقيقة على السريع. وهيك دجاج نواتي ما شاء الله. العجينة شوفوا تبارك الرحمن زي الريشة ما شاء الله. نفتحوها لزوز، شوفوا حتى من داخل زي الريشة الله يبارك. خلي توا نديروا لها حشوتها. نحطوا أول حاجة السلطة، نحطوا مكعبات الدجاج. عندي جبنة شرايح قصيتها على 4 باش تجينا هيك ميني صغيرونة، تجي على الخبزة طول.
شرايح من الطماطم، عندي هنا كاتشب، عاد صوصات اختيارية زي ما انتو تبوا، نحطوا شوية من كل صوص، ومايونيز الفلفل الأسود هو نحطوا منه شوية، بسم الله. وآخر حاجة نسكروها ونحطوا فيها عودة، وهيك تبدأ جاهزة للتقليب. واللي وصفتنا كب السبانخ نحطه هنا شوية زبدة، نحطوا عليه البصل، بسم الله. عندي هنا سبانخ مجمد، أول حاجة لازم نصفوه لميته كويس باش ما يطلعناش مية. بعد ما صفيناه لميته نحطوه مع البصل هيك يتشوح ويتحمر، وننزلوا عليه بالجبنة الكريمية، تكون كمية لا بأس بها، بسم الله. ونخلطوها، أنا نبي القوام هلبة كريمي، يهمني إنه هو يكون كريمي باش يجينا شكله جنين. ما شاء الله على الجبنة وريحة الجبنة والسبانخ. نزيدوها شوية كريم طبخ، وبعدها آخر حاجة ننزلوا عليها بالدحي، تقريبا 3 دحيات حنحط. أول حاجة نجيبوا مكعب الباف، نقصوه من الحواف بالطريقة هذه، وبعدها نديروه هيك، طبقوهم على بعضهم، بسم الله، باش يولي عندنا كأنه كب. هذه أسهل طريقة، بدل ما تديروا عجينة تديروها، ونحطوها بعدين في طاجين تاع الكب كيك باش تعطينا الشكل المساوي متاعها. ونحط الحشوة متاعنا في وسط الكب، وما تكتروش هلبة لأنها ما زالت تنتفخ. بعدها آخر حاجة نحطوا له هنا الجبنة المبشورة، مستخدمة موتزاريلا زي العادة، ندخلوها الكوش على درجة حرارة 180 لين تطيب وتتحمر. ولي بسبوسة اللوتس نحطوا هنا زوز أكواب من السميد الخشن، وظرف بيكنج باودر، ورشة ملح، نص كوب من السكر، ونص كوب من جوز الهند. نخلطوا المكونات الجافة باش نصبوا لهم مكونات السائلة. نحطوا لهم طحية وحكة من القشطة، ونص كوب من الزيت، وكوب من الحليب، هذا النص الأول وهذا النص الثاني. ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها، بسم الله. أحسن حاجة في البسبوسة سهلة، خلطوا بس كلها مع بعض ما تطلع لك بسبوسة جنين. ونحطوا المكونات كلها في طاجين مدهون بالطحينة، بسم الله. ندخلوها الكوش على درجة حرارة 180 لين تطيب وتتحمر. وأول ما تطلع من الكوشة وهي محمرة على طول وهي سخينة نسقوها بالحليب المحلى. بعد ما شربت حليب المحلى وحطيت فصل الميكروويف زبدة البسكوتي، نصبوها فوقها، حتعطينا بنة وشكل حلوات على الآخر. خلينا ندخلوها الثلاجة تشد روحها وننظفوا كوجينتنا. خلينا ننظفوا مطبخنا الغاز والسيراميك بعد يوم تطيب كامل. بعد ما كملنا تنظيفنا وتطيبنا ومع ريحة تطيب، خلينا نغسل عبايتي وشربتي بصابوننا الفايح. وهذه كانت سفرتنا اليوم، إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا منها، ونتلاقوا في وصفات جاية، والسلام عليكم.